هو الدوري بتاعنا بقى هيتلغي بجد ولا ايه الحكايه؟ انا بقى مستني اسمعها دي. من بعد ما الاهلي انسحب من ماتش القمه وحرفيا ما حدش فاهم حاجه. مفيش مسؤول او اعلامي طلع قال ايه اللي ممكن يحصل، لان ما حدش مصدق الكارثه اللي حصلت. انا مش الجن من العفريت اللي هيقول لك ايه اللي هيحصل، ولكن انا ممكن اقول لك بنسبه 100% ايه اللي مش هيحصل. اللائحه بتقول ان اي نادي هينسحب من الدوري بينزل درجه رابعه. طب هل الاهلي بعد ما ينسحب من الدوري هينزل درجه رابعه؟ طبعا لا. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. اللائحه دي تطبق على الكل، لكن الاهلي والزمالك لا. مفيش اهلي وزمالك في مصر، مفيش كوره في مصر. طب يا عم هل الماتش ممكن يتعاد والموضوع يتلم بحكام اجانب؟ لا. مفيش حاجه بتقول ان الماتش يتعاد ولا في اللائحه، ولا حتى الزمالك ومجلس ادارته هيوافقوا ان الماتش يتعاد. رغم سبحان الله يعني الزمالك قبل الماتش ب3 ايام كان طالع بيصيح ان الحكام المصريين وحشين، لكن نلعب ماتش القمه بحكام مصريين اوكي عشان هم كويسين وبسبسب. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ؟ طب هل فعلا بقى الدوري نفسه ممكن يتلغي؟ الدوري ممكن يتلغي. طب هل مجلس الاداره في النادي الاهلي ممكن يهدي اللعب شويه وما يصعدش الموضوع؟ لا. الاهلي ناوي يصعد الموضوع للفيفا، والاهلي بيجهز ملف كامل للفيفا، من ضمنه الجواب اللي كان مبعوث لرابطه الانديه اللي بيقول فيه ان ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز قصاد بعض هتلعب بحكام اجانب. وهل الموضوع ده بقى هتطير فيه رقاب؟ يعني في ناس كبيره هيتضحى بيها عشان الموضوع يتلم؟ في كلام كتير قوي بيقول ان رابطه الانديه نفسها كلها هتتشال. الخلاصه من وجهه نظري مجلس اداره النادي الاهلي لا هو ساذج ولا هبل عشان ينسحب من ماتش هو مش عارف عواقب الموضوع. وفي نفس الوقت الموضوع مش هيتلم بشكل ودي، الموضوع ممكن تتدخل فيه جهات سياديه عشان يلموا القصه دي ويقفلوها.